مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. اليوم راح اسوي لكم اطيب خبز محشى بطريقه كلش سهله وبسيطه، ويلا خلونا نبلش بطريقه التحضير. اول بدايه راح اضيف كوب ماي دافي، واذا تريدون تضيفون كوب حليب هذا شي راجع لكم. انا هنا راح استخدم الماي وراح اضيف الخمره والشكر. طبعا ضفت الشكر، هسه راح اتركها مده 5 دقائق وارجع لكم. مع خلطة البياض البيضاء راح اضيف نص الكوب زيت. اضيف 4.5 كوب طحين، بس راح اضيفه بالتدريج الى ان نحصل عجينة متماسكة. انا ضفت رشة قليلة من الزيت وراح اترك العجينة تختمر مدة 1.5 ساعة وارجع لكم بين ما اخلص الحشوة. هنا قطعت البصل وقطعت الفلفل. هسه اول بداية راح احمس البصل. هنا ضفت قليل من الزيت وراح اضيف البصل. راح اترك البصل ويا الفلفل ينحمس، وبعدين اضيف الدجاج، وبعدين نضيف التوابل. عندي طماطة راح اقطعها. هسه راح اترك الدجاج شوية ينحمس، وبعدين اضيف له الطماطة. هسه خلصت الحشوة، وبهاي الأثناء أنا جهزت الفرن وراح نبلش بالعجينة. نفتحها قسمين. خلطت ويا صفار البيض قليل من الخل الأبيض وفانيلا. هسه راح ادخلها بالفرن على درجة الحرارة 200 واتركها مدة نص ساعة واشوف لكم شكلها النهائي. وصلنا لنهاية الفيديو حبايب قلبي. مثل ما شفتوا طريقتها كلش سهلة وبسيطة، واتمنى تجربونها، ولا تنسونا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وشاركوا رابط قناتنا مع اصدقائكم واقربائكم، وان شاء الله نوصل العدد الاكبر. واحبكم كلش هواي، والف عافية. باي.